بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أنا مبسوط جدا إني أول قداس أصليه في ألمانيا هو في كنيستكم، الكنيسة الحلوة، كنيسة البابا كيرلس. فأنا محظوظ إني أول قداس يكون في كنيسة البابا كيرلس. وزي ما انتم عارفين أنا خدمت في كنيسة على اسم ماري مينا، وماري مينا والبابا كيرلس مرتبطين جدا ببعض، وجاي من دير اسمه دير أنبا أنطونيوس، فيبقى أنبا أنطونيوس وماري مينا والبابا كيرلس. اللي ممكن نستفاده من الثلاثة دول، أنبا أنطونيوس ده أب الرهبان، كلنا عارفين أنبا أنطونيوس أب الرهبان، أنبا أنطونيوس اللي ترك كل شيء ومشي ورا ربنا وأسس الحياة الرهبانية. ماري مينا حافظ على الإيمان، استمر حتى النفس الأخير، ما تهزش واستشهد على إيمانه بالمسيح. بابا كيرلس قديس معاصر، المجمع المقدس اعترف بقداسته. في ناس كتيرة شافوا البابا كيرلس وعصروا البابا كيرلس، أنا واحد من الناس شفته. إيه اللي ممكن نستفاده من الثلاث قديسين دول؟ اللي نستفاده من الثلاث قديسين دول إنجيل النهاردة تطبيق عملي، تطبيق عملي للمسيحية. أنبا أنطونيوس، ماري مينا، البابا كيرلس كانوا زي ما المسيح يقول أحبوا أعداءهم، أحبوا أعداءهم. يا ترى في سؤال، هو مين عدوي؟ مين هو عدوي؟ عدوي كل واحد أو واحدة تبعدني عن ربنا، ده العدو. إزاي أحبه؟ طبعا في الحياة بتاعتنا ناس كتيرة بشر بتسبب لنا متاعب، مش كده؟ ناس كتيرة في الشغل، في البيت، في الجيران، في الأهل. ممكن تلاقي واحد في عيلته كده حد مضايقه أو مزعله. نعمل إيه؟ قدامنا حلين ولازم نعمل الحلين دول، لازم نعملهم. أحبه، أنا مش قادر أحبه، أصلي له، ولما أصلي له ثقوا تمام إن ربنا هيفتح قلبه، ولما يفتح قلبه ممكن جدا يراجع نفسه ويقول أنا غلطت مع فلان. يا ابونا ما انتوا كل حاجة بتقولوا لنا المسيحية حبوا أعداءكم، بيموتونا وبرضه نحبهم، وبيتعبونا وبرضه بنحبهم. هو ده المسيح وهي دي المسيحية، وهو ده الطريق الضيق اللي احنا كلنا هنخش فيه أو عايزين نخش فيه. يبقى أول حاجة أحبه، أصلي له. الحاجة التانية أغفر له. ده يا ابونا أساء لي وتعبني في الشغل وبياخد مني كذا، زي ما انتوا عارفين المشاكل اللي بنسمعها كل يوم. ده واحد خد نصيبي، واحد مش عارف ضايقني، أصل كنت في يوم كلمني بطريقة. أقول له كويس قوي، احنا كل يوم نقول أبانا الذي كم مرة؟ 5 6 7 يمكن 10 مرات، مش كده؟ في حتة بنقولها كده بسرعة، حتة كده تقلوها كده، واغفر لنا كما نغفر نحن المسلمين، مش كده؟ هي مش صح. واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا. فكروا في الجزء ده من أبانا الذي. بطلب من ربنا الغفران، مش كده؟ كلنا عايزين من ربنا يغفر لنا، كلنا. فيش واحد مولود امرأة ما عندوش خطية، بس أنا بطلب من ربنا إن هو يغفر لي. فبقول لربنا اغفر لي كما أغفر أنا أيضا.
لو انت ما غفرتش يبقى مهما تقول يبقى ايه خطاياك عليك. فاغفر، احب واغفر. طب والنقطة التالتة ايه؟ النقطة التالتة يقول لنا ايه؟ كونوا رحماء. رحمة. والرحمة دي على فكرة لو فكرنا فيها، ربنا لغاية النهاردة راحم الناس كلها. ربنا لغاية هذه اللحظة رحمة ربنا مالية العالم كله. تخيلوا كده، ياما ناس كتيرة ما بتحبش ربنا، وياما ناس كتيرة بعيدة عن ربنا، بس ربنا بيديهم وبيرحمهم. أي حاجة طبيعية ربنا بيديها للناس، ما بيفرقش بين واحد غني وواحد فقير، واحد معايا وواحد مش معايا. ربنا ما عندوش كده. فأنا كمان لازم أرحم أخويا، أرحمه بكذا حاجة. يعني ممكن جدا تلاقي اتنين واقفين في مشكلة، وواحد مستني بس حد يتكلم عنه كلمة كويسة. واحد بس يبقى مظلوم ويبقى واقف في موقف صعب قوي، واحد يجي يقول استنى استنى، الراجل ده ما عملش كده، أصله الراجل ده عمل كذا وكذا. انت رحمته بالموقف ده، كان مستني منك الكلمة دي. فالرحمة ده الجزء الثالث عشان نبقى زي القديسين. حبوا، اغفروا، ارحموا. النقطة الرابعة، ودي متهيألي يمكن كلنا بنقع فيها، أنا واحد منكم. لا تدينوا فلا تدانوا. لا تدينوا يعني ايه يا ابونا كلمة تدينوا؟ تدينوا يعني أخش في الحكم على الآخرين، وده مش دوري. الله هو اللي بيحكم. الله هو اللي بيحكم. حد تحكي معاه قصة يقول لك فلان عمل وعمل وعمل كويس قوي، انت شفته، وفي نفس الوقت تقول أصله هو طول عمره بيعمل كده، أصله زمان عمل كذا وكذا وكذا، ما هو حياته كده، ما هو. دي إدانة. والإدانة إن إحنا بنخش في حاجة مش بتاعتنا، كأنك أنت قاضي بتحكم على متهم. القاضي بيسمع، أنت ما سمعتش، أنت شفت أو سمعت من حد قالك على فلان. هي دي الإدانة. اوعوا تقعوا في الإدانة. صدقوني احنا كلنا بنقع كده في وسط الكلام. علمونا في الدير ان اي واحد يدين احد، ام بنطونيوس يقول ايه قول كده لذيذ قوي، احفظوه: ضع الملامة عليك قبل ما يضعها الله عليك. يعني ايه ضع الملامة عليك؟ يعني تقول يمكن أنا اللي كنت غلطان، يمكن أنا السبب، يمكن قلت كلمة ضايقت فلان، عشان ما تحكمش على فلان. الإدانة خطية رهيبة، والإدانة صعبة زي المرض لما بتنتشر في الإنسان يبدأ يتمدد في جسمه. آخر حاجة، وإحنا في فترة صوم الآباء الرسل، الآباء علمونا فترة الصوم دي مش فترة عادية بس بنغير الأكل، لا، خد لك فضيلة تحب تطبقها في حياتك. وإحنا في الصوم هنا دلوقتي سمعنا الإنجيل قال لنا 3 فضائل. قال لنا حب، يا ترى أنا بحب؟ قال لي اغفر، يا ترى أنا بغفر؟ قال لي ارحم، يا ترى أنا برحم؟ قال لي لا تدين، هل أنا لا أدين؟ ناخد كده، هو باقي يمكن أسبوع أو كام يوم كده على نهاية صوم الآباء الرسل. فكر كده مع نفسك وقول يا ترى إيه الفضيلة اللي هبدأ الأسبوع ده أرتب فيها حياتي. خد 4 من الفضائل دول. أنا متشكر على تعبكم، متشكر على كل اللي عملتوه امبارح.
ربنا يعوضكم ويحافظ عليكم، وأنا أتمنى لكم جميعا كل البركة وكل الخير، ومبسوط جدا إن أنا في وسطكم. كل سنة وانتم طيبين. بركة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح تكون معاكم. طبعا بحب أشكر أبونا يوحنا وكل الإخوة والأخوات اللي تعبوا في هذا المكان وتعبوا في تنظيم امبارح والنهارده. ربنا يعوضكم ويحافظ عليكم. كل سنة وانتم طيبين.